أنا أدخل في القصيدة على طول. نزل المايك شوي بقى. الله يا كبر المصيبة على اللي، الله يا كبر المصيبة على اللي فقد زعيم الخيل، والليل معتم في ليلة قشرة ضوت في محلي، خذت بشر قدومه حصاني الأدهم، لكن حشا ما ترك حصاني يولي، والله لرده لقبل الليل واظلم، أجي قبل نور القمر لا يهلي، وادوس فوق رقاب ناس تحلطم، ثم امتطي صهوة جوادي لعلي أزيح هم من فوق صدري تردم، وارجع لداري والسعادة تهلي على مرابع ديرتي واطرد الهم. وسلامتكم. يوم ان شاء الله. مساك بالخير اخوي هادي. مساك الله بالنور. صراحه يمكن الاول مره وهذا تقصير في حقك اني اطلع على تجاربك الشعريه. ما شاء الله كتبت قصيده جميله وطيبه، بس تعيدي البيت الثاني الله لا يهينك. في ليلة قشرة ضوت في محلي، خذت بشر قدومها حصاني الأدهم، البيت اللي بعده ولا تهون، لكن حشا مترك حصاني يولي، والله لرده لقبل الليل واظلم. اعتقد ان البيت فيه حرف زايد، البيت اللي قبل انك جبرته في النطق من ناحيه الجرس الموسيقي، جبرته في النهايه في العد، يعني ما هو كسر في البيت بقدر ما هو ثقل في هذه ملاحظتي في القائك للبيت. انتقل عن النص. طبعا وضحت بتصوير حجم المصيبه اللي شفتها في من فقدك لحصانك. طبعا زي يعني العناصر، بعض العناصر ما وظفتها اللي هي وصف الحصان، وهذا ما يقلل من شاعريتك، انت نجم، واحنا الثلاثه المشاركين كلكم كسبناكم كنجوم معنا. اشكرك. شاكر لك واسمح لي على التعليق. مساك الله بالخير يا هادي. مساك الله بالنور يا ابو سيف. شلونك؟ الله يسلمك. الله يطول عمرك. انا اشكر حضورك واشكر شاعريتك. الله يطول عمرك. عندي ملاحظه على البيت الثاني مثل ما قال زميلي خالد، عندنا ملاحظه عليه. انت قلت اخذت بشر قدومها حصان يدهم حصان الأدهم. هذه فيها شويه اشكاليه يا لو قلت حصان يدهم نقص حرف. يا ليتك نقصت الحرف. تكفى يا ولد، يا ليتك نقصت الحرف هذا. عموما انا اتمنى لك التوفيق ان شاء الله يا هادي. الله يطول عمرك. ويا ربي ان شاء الله تفوز هالمره وكل مره. الله يطول عمرك. هادي عجبني في القصيدة القافية، معتم، أدهم، أظلم، تردم، قافية جميلة تعطي جرس موسيقي فيه نوع من الحزن ممزوج بترقب، انتظر شيء يأتي بعد هذه الميم الساكنة. أيضا عجبني لكن حشا مترك حصاني يولي، فيه نوع من الإصرار على أني لازم أرجع هذا الشيء، نوع من الشموخ، نوع من الجمال في التعبير وفي كتابة القصيدة. ربي يوفقك. الله يطول عمرك. أشكرك. وعقب الفاصل نواصل.